السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كلاش مجرم. اليوم أخذت قرية مناف أو ذا كينج اوف يمن عشان بنسوي تحدي بين جنديين التنين وبيبي دراجون. فالحين بنفتح الكلان وندخل ضيف كلكم تعرفونه أكيد. فالضيف هذا بيكون تاون هول 9 شبه ماكس. فالحين بتشوف كلاش مجرم اللي ما يحتاج نقبله، خلينا نرفضه. لا بل الحين بنقبل. فنسوي له دعوة. أنا قاعد أكلم نفسي ليش؟ قاعد أستخدم الحسابين في نفس الوقت. أهم شيء خلينا نبدأ. فالحين برسل تحدي لكلاش مجرم أو لقريتي عشان نقدر نشوف التحدي. بس المشكلة حطيت 3 بيبي دراجون في الدعم. بس خلينا نشوف إذا التنين بيقدر أو التنين الكبير بيقدر. فرسلنا التحدي الحين ونستخدم الحساب الثاني. فالحين بدأنا بالهجوم. فأول شيء بنحاول احنا نخرج الدعم، وبعدين نخليه لمكان بعيد من الدفاعات، وبعدين نحط التنين. فتوقعاتكم من الحين 3 بيبي دراجون ضد تنين. شوف صراحة أشوف البيبي دراجون هذه المرة بيفوزون أكيد، لأن 3 بيبي دراجون صراحة قوي. فبنحاول الحين نخلي الدعم شوي بعيد من الدفاعات، وبعدين نحط التنين الكبير. ما ادري لحد الان ما حط التنين. حطيت في الجهاز الثاني التنين، بس لازم انتظر 5 ثواني. الحين شوف يا شباب، التنين من بيفوز بين من شوف لو كان التنين البيبي دراجون كلهم مجتمعين في اتجاه واحد كان التنين له الفوز. بس الحين للبيبي دراجون. مبروك صفقوا شباب. والله قاعد اكلم نفسي مجنون. فالحين بنسوي تحدي لبيبي دراجون 1 ضد تنين 1. بنشوف التحدي الحين. فالحين نمسح البيبي دراجون ونخلي 1 بيبي دراجون. فالبيبي دراجون اذا بيكون لحاله ما عنده اي جنود جنبه بيكون قوي. فتوقعاتي ان بيكون تعادل قريب، يعني احتمال الاثنين يموتون في نفس الوقت. فالحين بنشوف الهجوم. كما عندكم يعني لما تشوف بث مباشر تشوف الهجمة تحصل بعد 5 ثواني فالحين انا قاعد استخدم حسابي سويت هذا الحين قبل 5 ثواني. فما ادري ليش ما عدلون هذا الشيء، واحتمال لان النت بطيء، ما اعرف بالضبط. فبنحاول الحين ان احنا نبعد من الدفاعات. فبنحط التنين بعد شوي. لازم ننتظر. الحين شوف. توقعاتكم لا التنين اكيد، التنين الكبير. والله انقهرت. لو كان البيبي دراجون فاز احسن. اتوقع لو كان البيبي دراجون ليفل ماكس كان الفوز للبيبي دراجون، او كان احتمال يكون تعادل. خلينا نشوف اغلبيتكم وش بيختار من جنود عشان نشوف من بيكون الاقوى. فحط الجنديين اللي حاب تشوف التحدي بينهم، ولا تنسى اللايك والاشتراك. وكان معاكم كلاش مجرم، ومع السلامة.